طيب يعني قلنا أسهل ضرب هو شنو؟ الضرب في 10. تمام؟ والضرب في 100. بنعمل شنو؟ بنشيل الأصفار نضع الأصفار موجودة ونضرب العدد في شنو؟ في الواحد. تمام يا حلوين؟ يبقى شنو؟ 250. هنا نفس الشيء، نفس الفهم. هنعمل شنو هنا؟ هنا هنعمل شنو برضو؟ نشيل الأصفار نضعها معاي. انتوا سامعيني؟ أيوة نسمعك أستاذة. أيوة، نشيل الأصفار نضع الأصفار ونقول الواحد ضرب 35 35. أوكي؟ نفس الفهم هنا في 55. نفس الفهم. بنعمل شنو يا أحمد؟ نشيل الأصفار نضعهم ونضرب 35. أيوة، 55 ضرب بواحد اللي هو بشنو؟ بنفس العدد 55. تمام؟ طيب ده كان الخطوة الأولى اللي هي شنو؟ إذا ضربنا في 100 أو ضربنا في 10. بنعمل شنو يا أبنائي؟ بنخط الأصفار ونضرب شنو؟ ونضرب العدد في الواحد الصحيح اللي هو بيطلع بنفس العدد، اللي هو نحن نقول لهم شنو؟ بنشيل الأصفار نضعها ونشيل العدد المضروب فيه نضعه. تمام؟ طيب لكن إذا أدونا كالآتي، نفس الفهم هنا أدونا هنا في شنو؟ 30 ضرب 40. 30 ضرب 40 أضربها كيف؟ طيب أنت يا أستاذة قلتي نشيل الأصفار. نعم، برضو نفس الصفارة دي جيبوا قولوا شيلوا الأصفار، شيلوا الصفر بتاع 30 أضعوه. تمام؟ والصفر الموجود جنب 40 أضعوا الصفر برضو. تمام؟ بعد اللي يساوي. وتجي شنو؟ تجي شنو تاني؟ بتقوم الثلاثة والأربعة يقولوا نحن كمان عايزين نمشي، نحن كمان يقولونا نحن كمان عايزين نمشي. نقوم نقول لهم انتوا شنو؟ لا، انتوا يا الأربعة والثلاثة، الثلاثة والأربعة أدونا حاصل ضربكم. حاصل ضربكم انتوا الاثنين في بعض، أدونا حاصل الضرب. أيوة. إن شاء الله 12 يا أستاذة. ممتاز يا أحمد. بنقوم شنو؟ نشيل نقول لهم خلاص ادونا حاصل ضربكم، بعد ما ينضربوا في بعض نمشي نوديهم بالناحية ديك مع الأصفار اللي احنا نقلناهم. أوكي؟ يبقى العدد شنو؟ 1200. تاني أعيد هنا حق 40 ضرب 30. أعمل شنو؟ إذا وجدنا في الضرب أصفار على طول ننقل الأصفار. ننقل الأصفار. يعني هنا بنشيل الصفر، نجيب سيارتنا ونشيل الصفر اللي في الأربعة. السيارة بتجي ماشية من عابرة من هنا، شافت جنب 30 في صفر أوكي أخذته، جنب الأربعة في صفر أخذته. تجي توديهم وين؟ وين تبركنهم؟ تحطهم هنا بعد اللي يساوي، حطت الصفرين. تمام. تجي الأربعة والثلاثة يحترضوا، نحن كمان عايزين نمشي، نحن كمان ودونا بهناك. وقمنا نقول للأربعة والثلاثة انتوا اعملوا شنو؟ ادونا شنو؟ حاصل الضرب. نقول للأربعة والثلاثة ادونا شنو؟ حاصل الضرب. حاصل الضرب 4 في 3 يعني 3 4 مرات. معايا يا مريم؟ 4 في 3 يعني 3 4 مرات. أيوة معاكي. يعني الأربعة 3 مرات، يا الأربعة 3 مرات يا الثلاثة 4 مرات. ده الضرب. طب الثلاثة 4 مرات، طيب حتكون كده 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3. نشوف الناتج حيكون كم؟ 3 زائد 3 6. 6 زائد 3 12. 9. 9 زائد 3 12. تمام؟ ممتاز. يعني شنو؟ يعني نحن هنا العددين دول حنضرب شنو؟ حنضع الأصفار وحنجي نشوف شنو؟ حاصل ضرب الثلاثة في الأربعة اللي هو 12. يبقى الناتج كم؟ 1200. أوكي؟ طيب يا أحبابي؟ نعم. طيب نمشي للضرب مثلا هنا نفس الفهم. تجي السيارة عابرة، السيارة تحت الأصفار عابرة. السيارة عابرة ها. هنا اللي وجدت صفرين، يلا الصفرين دي طوالي تاخدهم معاها الحمد لله. تجي هنا تعاي ما في صفرين، طوالي تمشي تبركن السيارة هنا، بركنت لنا شنو؟ وضعت لنا الصفرين. الستة والخمسة يحترضوا، نحن كمان تشيلونا بسيارتكم، نحن كمان ماشيين، نحن كمان ماشيين. نقوم نقول الستة والخمسة اعملوا شنو؟ جيدوا حاصل ضربكم. ممتازة يا جيبوا حاصل ضربكم. ممتاز. نقول لهم ادونا حاصل ضربكم انتوا الاثنين الستة والخمسة.
حاصل ضربهم 6 و5 كم؟ 18 ممتاز ممتاز يا أحمد. يعني شنو؟ يعني الستة 5 مرات، أو أفضل نقول الخمسة 6 مرات. الخمسة 6 مرات اللي هو شنو؟ بيجينا شنو؟ 15 زائد 15 اللي هو بيجينا شنو؟ 30. ليه أنا قلت يا ماريا الخمسة 6 مرات؟ ليه قلت أفضل 5 6 مرات؟ ليه؟ لأنه جدول 5 أسهل، اللي هو 5 زائد 5 ما يا بادي بس يا بتكون 10 5 يا بس بادي بالخمسة الأحاد، يا بتكون 5 يا بيكون 0. عشان كده جدول 5 اللي هي 5 زائد 5 10، 10 زائد 10 5 15 زائد 5 20، 20 زائد 5 25، 25 25 30. 30 اوكي، اجي اضع 30 هنا. اوكي يا احبابي، كده صارت 3000. 3000 ممتازة يا مريم، بقي كده 3000. طيب نمشي للعدد. عرفتوا هنا اذا كان موجودة اصفار طوالع بنجيب سيارة نشيل الأصفار، ايوه نشيل نلغي الأصفار. الاصفار. يلا احنا صفر نضرب ضعنا. الحذاء. إذا في عدد عايز يمشي هنا طبعا إذا 25 بدك تمشي بنقول لها أنت تنضربي في الواحد، لكن 25 لما تنضرب في الواحد بس بتمشي تشوف روحها في المراية وتطلع نفس ال 25 هنا في ده إذا كان واحد. لا إذا كان ما واحد مثلا أعداد أخرى 3 و4 نقول للثلاثة و4 أدونا حاصل ضربكم اللي هو حيكون العدد اختلف. 4 و3 اللي هو بيكون 12 وشنو ونضع الأصفار. طيب ده إذا كان في أصفار. طيب نمشي للخطوة اللي بعدها. إذا ما كان في أصفار نعمل شنو؟ طيب إذا ما كان في أصفار نحن بنعمل كالآتي، بنقول نمسك 3 في 5. ها 3 في 5. ممتاز يا أحمد. نعمل كالآتي، نقول 3 في 5 ب 15 بنكتب 5 ونحمل الواحد. ممتاز، والثلاثة ضرب الاثنان. يعني شنو؟ نقول يا أحمد الثلاثة ضرب الخمسة اللي هي 15. ب 15 أيوه ممتاز. 5 ونحط ونحمل الواحد. ونطلع الواحد الصحيح هنا على 3 في 2 ب 6 زائد 1 7. يعني كالآتي نعمل 25 ضرب 3. أستاذة أيوه مشاركة الشاشة جات صغيرة. جات اضغط صغيرة. عليها حبيبتي كبريها. لو ضغطت على الصورة بتكبر. طيب 3 ما نقول 3 ضرب الخمسة زي ما قال أحمد، 3 ضرب 5 15. 5 نضع ال 15 كلها؟ لا، نضع 5 ونطلع بشنو؟ نطلع بالواحد الصحيح على راس الاثنان، على راس العدد الموجود الثاني. تمام يا أبنائي؟ في الضرب عموما، في الضرب عموما. ليش 2 1 في 2 فوق الاثنين؟ هنا 25 ضرب 3. أعمل كالآتي يا مان، بمسك الثلاثة أضربها في الخمسة. 3 ضرب 5 بكام؟ 15. 15 ممتاز. 15 15 أضع الخمسة، ما بضع ال15 واحد معاي، ما بضع ال15 كلها. بعمل شنو؟ عشان لسه في باقي ضرب. لو كان الضرب انتهى كنت بضع ال15 كلها، لكن بضع الخمسة وبطلع بالواحد الصحيح. اوكي حبيبتي؟ 3 في 2 ب 6 زائد 1 7. 3 في 2 6. 6 زائد 1 7 اللي هي بيكون العدد بيكون شنو؟ 5 و7. تمام؟ ده في حالة ليه نحن ودينا الواحد هنا فوق. دي نحن ما كله بالمناسبة دي دروس عدة، دي عدة دروس يا مريم. يعني في الصف الثالث ده درس لحاله وده درس لحاله وده درس لحاله وده درس لحاله. أستاذة أسف الامتحان طيب. بالغ زي فهنا حيكون شنو؟ ايوه يا عبد الرحمن. فهنا حيكون شنو؟ 25 ضرب 3 بنضرب 3 ضرب 5 15. 5 ونطلع بالواحد الصحيح. 3 ضرب 2 6. وما ننسى الواحد الموجودة هنا 6 زائد 1 7 75. دائما في الرياضيات جيبوا دفاتركم أغلب عشان تضربوا الضرب الصحيح. طيب 32 ضرب 5 طوال شنو؟ 32 ضرب 5. أعمل شنو؟ الخمسة ضرب الاثنان.
حنحط الواحد ب10. ب10 صفر حضع. ومعانا الواحد. ممتازة يا رب. 10. ما صفر حضع ومعانا ال10 الواحد. كلها، حضع الصفر واطلع بالواحد الصحيح. ليه انا قاعد اعمل الخطوة دي؟ لانه لسه في باقي ضرب، لسه في 3 هنا موجودة ما ضربنا. اذا نحن ضرب بنضع ال10 كلها، اذا لسه في باقي ضرب لا نرفع الواحد الصحيح فوق. تمام. طيب ال5 ضرب ال3، 5 ضرب كم؟ 15. 15. ممتاز. اضع ال15 زائد الواحد 16. ايوه 15 زائد 1 16، يبقى شنو؟ 160. اوكي، يبقى 160. طيب ده حاصل ضرب عددين في عدد، حاصل ضرب عددين في عدد واحد. طيب حاصل ضرب عددين في عددين، عددين في عددين نعمل شنو؟ طيب على عددين اولا تحت بعض في 3 32 ضرب 15. يا أستاذة ايوه حبيبي. صفر ومعانا الواحد. قبل عددين أول ما نضرب نضع صفر. ممتاز، برافو عليك يا أحمد. ضرب عددين أول ما نضرب بنضع صفر. صفر حق نضع الخانة. صفر. الصفر اللي احنا بنضعه ده اسمه صفر الخانة. حق الخانة. اسمه صفر شنو؟ صفر الخانة. ليه خانة شنو؟ اللي هي صفر الخانة. أيوة، اللي هي خانة العشرات، اللي هي شنو؟ أنه العدد مكون من رقمين، معناته إن احنا هنضع أول شيء صفر الخانة. يا أستاذة لو كان ثلاثة أعداد العدد تحت من خط 2 وثاني تحت من خط 1. ممتاز، برافو عليك حبيبي. بنخد عددين وتاني بنخد واحد. ممتاز. طيب هنا ضرب عددين في عددين بنعمل كالآتي. يلا نخط صفر الخانة، نجي نمشي للواحد. 1 ضرب 2 والواحد ضرب 3. تمام. 1 ضرب 2 ب2 نضع ال2. 1 ضرب 3 ب3 نضع ال3. تمام. كده خلصنا من الواحد الحمد لله. نمشي الاثنين، نمشي الخمسة نعمل فيها شنو؟ الخمسة برضو يا ماريا نضرب ال5 ضرب ال2 وال5 ضرب ال3. تمام. 5 ضرب 2 صفر. 5 ضرب 2 10. 10. حطها ل10 هنا. لا. لا. ايوه الواحد تقول لها لا، المكان ده مكاني انا، انت ما تجي هنا ال5، انت امشي تحت. تقوم ال5 تزعل تقول خلاص انا بمشي تحت. 5 ضرب 2 10. اضع صفر ومعانا الواحد. ايوه. ليه بطلع بالواحد الصحيح؟ لانه لسه في باقي ضرب، في 5 ضرب 3. لو كان خلصنا من الضرب نضع العدد كامل، لكن اذا في باقي ضرب شنو؟ نطلع بالواحد الصحيح، نضع الآحاد ونطلع بالعشرات. طلعنا 5 ضرب 3 5 ضرب 3 ب 15. على الواحد 16. زائد الواحد 16. زائد 1 16. تمام. فكده نحن ضربنا الواحد في 32 والخمسة في 32، وما نسينا انه هنا في اصلا صفر اللي هو صفر الخانات. طيب لو قلت لهم دي الاجابه بتاعتكم، شنو نحن ما عايزين اجابتين، نحن عايزين اجابه واحده. نعمل شنو؟ نجيب العددين، نجيب حاصل جمعهم، حاصل جمع العددين الموجودين هنا. اوكي. اول خطوه بنعملها في ضرب عددين في عددين، نضع صفر الخانه. اكتبي الخطوات دي يا ماريا. نضع صفر الخانه وبعديها بنعمل شنو؟ نمسك العدد في العشرات، ما بنبدا بالاحاد، نبدا بالعشرات. العدد اللي في العشرات نضربه في احاد الاول وفي عشرات احاد وعشرات الاول، العدد الثاني الموجود. تمام. ونمسك الخمسة برضو نفس الشيء، نضربها في الاثنين ونضربها في الثلاثة. لكن ضرب الواحد في 2 و3 نضعهم في صف، والخمسة ضربها في 32 نضعهم برضو في صف آخر. تمام. زي جاتنا إجابتين. هل هنا الحاصل الناتج هو إجابتين ولا نعمل شنو؟ لا أستاذة لسه يا أستاذة يعني 3 زائد 1 4. الآحاد مع الأخير والعشرين مع العشرات والمئات مع ممتاز. أستاذ نبدأ يا مريم.
يعني قلت لك يعني الجمع 3 على 1 يكونوا 4 و2 على 6 يكونوا 8 ايوه ركزي معايا يا ماريا، ماريا ركزي. و408. انا الى الان ما مشيت الجمع، ما مشيت القسمه دي، مراجعه على الضرب. يا أستاذ نبدأ باليمين ولا اليسار؟ ايوه يمين ولا يسار؟ نبدا اليمين. يسار. يا أستاذة بنبدأ من الآحاد. ادوكم تبدو من الاحاد. كل واحد نفس حاصل الجمع بيجي نفسه. ادوكم تبدو من الاحاد. أيوة. طيب حاصل جمع العددين حيكون كم؟ نبدا بالاحاد صحيح. 0 زائد 0 0. 6 زائد 2 8. 8. ممتاز. 3 زائد 1 4 بيكونوا 480. 408. ممتاز، يكون الناتج 408. تمام، ده ضرب عددين في عددين. اوكي يا ابنائي، ده الضرب. انا الى الان ما مشيت الجمع، ما مشيت القسمه. ركزوا معاي، ده انا قاعد ثالث ابتدائي. اوكي طيب، يلا طوالي مباشره باقي التمارين. الله يرضى عليكم امشوا حلوها عشان انتوا شنو تتعودوا عليها. طيب برضو في الصف الثالث دون القسمة، القسمة بالباقي والقسمة من غير باقي، برضو في الصف الثالث ابتدائي الدونة. اوكي، اللي هي اذا الدونة مثلا 59 على 7، هعمل شنو؟ اضع علامة الكاف او علامة المنفلة، وضع 7 هنا. انا يا دوب هي كده دخلت في شنو؟ في بدايات القسمة يا ماريا. وضع 59 هنا. اوكي يلا ابدا القسمة. هل الخمسة تقبل القسمة على 7؟ لا، لا لا. أصغر منها. ليه ما بتقبل لا، يا لا. رغد؟ ممتاز، لأنها صغيرة أصغر منها. ممتازة، لأنها أصغر من شنو؟ أصغر من 5. يعني هي بتقبل، لكن شنو بباقي يعني طبعا كسور وكذا. تمام. طيب نمشي للخانة اللي بعدها. 59 على 7. قريبة كمان. أمشي أجيب جدول 7 أضعه أمامي. تمام. أقرب عدد، أقرب عدد لشنو؟ ل 59، لكن ما يكون عدد أكبر، يكون عدد أصغر من 59. ما يكون أكبر من 59. لو قلت 63 لا، يكون عدد أصغر من 59. عدد أصغر من 59 في جدول 7. أنا شايفة في جدول 7 في شنو؟ في 56 صحيح؟ نعم. أيوه في 56. 56 على 8. ممتازة، فيها 8. طيب نجي نعمل شنو؟ نطرح. أيوة طرح. أطرح 95 من 56. 95 من 56، 5 ناقص 6 ثلاثة. 3. و5 ناقص 5 صفر. 0. معناته 59 على 7 بيساوي الناتج كم؟ 3. هنا على 8 يعني، على 8 ثمانية والباقي 3. فيها 59 على 8 على 7 نفس الشيء. على 7 فيها شنو؟ فيها 8 والباقي. هي دي ده الناتج، بنقول فيها 8 والباقي 3. وصحيح فيها 8 والباقي 3. طيب هذا ممكن تعيد لنا فهمته. ها؟ عيدي تاني أنا ما فهمته. طيب نمشي هنا. 74 على كم بيساوي 9؟ أنا أو كده حناخدها من فين؟ وأقول 74 على العدد هنا كم؟ 9. 9. بالمناسبة الطريقة بتاعت الحل دي ما هي موجودة في كتاب الصف الثالث،
لكن في طالبة في الصف الثالث ابتدائي اسمها نورة حلت بالطريقة دي. برضه في كده انا كنت برجعهم لجداول الضرب، بقول لهم يا اخي احنا نرجع الجداول بتاع جدول الضرب ونقول أربعة، بس بقول لهم 74 دي مقسومة على كم بيكون الباقي 9. لكن هي شاطرة عملت لنا فيديو قالت لنا يا أستاذة تعملي عملية القسمة وتكتبي 54 هنا، وهنا الناتج جانا 9 والناتج مكانه في المنافلة فوق. يلا كده قالت لي يا سيدة تيجي تعملي كده، تقول يا أخي 4 تيجي تقولي 9 انضربت أضربها في كم بيجيني عدد قريب من 4. هي 8 ممتاز. شفت في قالت لي شنو؟ ب72. قالت لي يا أستاذ تقولي عدد 9 أضربها لعدد أضربها في كم بيجيني عدد قريب من شنو؟ من 54. تمام؟ طوالي يقول بكتب شنو زي ما قال هسه أحمد 9 ضرب 8. 9 ضرب 8 بكام؟ 9 ضرب 8 9 ضرب 8 بكام؟ ب72. 72 معناته يلا بعدين نواصل قسمتنا عادي ونجي نقول شنو؟ هنا بعد ما نجيب الناس بنعمل شنو دائما؟ بنطرح. صحيح؟ نطرح 74 ناقص 72 الأربعة ناقص 2 2 2 والسبعة ناقص السبعة صفر. معناته هنا 74 على 8 بيساوي 9 والباقي 12. باقي 2. اوكي ثاني شوفوا الخطوة الثالثة دي ححلها كيف؟ دي طريقة طريقة الطالبة اللي هي شنو؟ 85 على كم الناتج بيكون 9. تمام؟ طيب أجي أشوف 81 9 أضربها في كم بيجيني عدد قريب من 9 في 9 ممتاز يا عبد الرحمن، ممتاز يا أحمد. 9 ب81. ممتاز. أنا شفتي أنا هنا وضعت 9 ضرب 9 ب81. نجي بعد في القسمة نقول شنو؟ نطرح 85 من 81 اللي هي شنو؟ 4. 5 ناقص 1 4 8 ناقص 8 0. معناته 85 على كم؟ على 9 فيها الناتج بيكون 9 والباقي 4. اوكي يا بناتي يا ابنائي؟ فهمنا. طيب فانتوا راجعوا عشان تفهموا اكثر. الدروس دي عادة جديدة عليكم، فانتوا راجعوا عشان تفهموا اكثر. ده هسه لسه مراجعة، أنا ما دخلت في الارقام. طيب هنا 217 على 7. طيب أضع علامة المنفي وخدت 217 على 7. تمام؟ 217 على 7. طيب أعمل شنو؟ أحل كيف؟ هل الاثنان تقبل القسمة على 7؟ لا لا بنجمع الاثنين مع الواحد. أشيل 21 على 7. 21 على 7 يساوي كام؟ 3. ممتاز. 3. 3 ضرب 7. شوف يا ماريا الخطوات دي كيف؟ 20 ضرب 7 أنا قاعد 20 هي لأنه 3 ضرب 7 بيساوي شنو؟ 21. صحيح؟ معاي؟ ايوه طيب أيوة معاكي. أجي أقول 21 ناقص 21 اللي هي بيكون الناتج شنو؟ صفر. أصفار أو العدد أصفار. أيوة ده بيشبه 21 ناقص 21 في النهاية بيكون شنو؟ أصفار. طيب بننزل السبعة. ممتاز. 7 أجي أنزل 7 تحت جنب الأصفار. وضحت 7 هنا. طيب أجي أقول شنو؟ 7 على 7 الناتج كام؟ 21.
واحد. واحد ضرب 7 فيها 7. 7 يساوي شنو؟ أقول شنو بعد؟ أطرح. يعني نحن بعد كل خطوة طرح. 7 ناقص 7 بكام؟ 0. صفر. معناته بتساوي كم؟ 217 على 7. الناتج كام؟ 31. 31. تمام يا أبنائي؟ طيب نعم. أمشي العدد اللي بعده. العدد اللي بعده 512 على 7. أيوة يا جود. أنا ما فهمت السؤال هذا حبيبتي انت ما ركزي معانا، دي مراجعة يا ماما، دي مراجعة على الصف السادس. أنا لسه ما دخلت في مقرر الصف الرابع. أنا لسه ما دخلت القسم المقرر عليكم في الصف الرابع. دي مراجعة، دي وحدة بتاعت مراجعة على الصف السادس. أوكي حبيبتي؟ فأنت ركزي معايا يا ماما إن شاء الله بتفهم. لو ما فهمت المسألة دي هذا حتى أنا في الثالث الدرس فاتني. حتى أنا في الثالث الدرس فاتني. في ثالث شنو؟ حتى أنا في الثالث الدرس فاتني. بالله ما مشكلة حبيبتي، ما مشكلة، بس أنت هسه ركزي بإذن الله هتفهم. يلا حبيبتي. هنا مدينا 512. ركز معي هسه في الشرح. هسه 512 على 7. ما هي كل المسائل شبه بعض. تمام؟ أول شيء أضع علامة المنافلة أو علامة الكام. تمام؟ أجي أشوف العدد الكبير أضعه داخل علامة. ليه تغادر تدخل 512 يمكن الشبكة عندها ما كويسة. على 8. تمام؟ أجي أبدأ رقم. طيب 5 على 8 ما ممكن. ليه؟ لأن أصغر من 8. بيجينا كسر، لكن شنو نحن نقول هنا في علامة الكاف أو المنافلة ما ممكن. طيب أمشي لشنو؟ أشيل الواحد. 12. واحد لا أشيل الواحد مع الخمسة. ما هي الخمسة براها ما ممكن. أجي أجيب لها الواحد تبقى 51. 51 على 8. 8 ضرب كم؟ بعد يكون عدد قريب من 51. ضرب 6. أيوة ممتاز يا عبد الرحمن. ما في طالب يقول لي يا أستاذة 8 ضرب 7 ب56. 56 هي قريبة من 51. لا، تشوف عدد أقل من 51 في جدول 8. تمام؟ أقل من 51 اللي هي 6. 8 ضرب 6 بكام؟ 48. ممتاز. 8 ضرب 6 ب48. 48 دي على 8 اللي هي فيها شنو؟ فيها 6. تمام؟ 6 في 8 ب48. طيب كنت بعد كل خطوة أعمل شنو؟ أقول شنو؟ أطرح. أقول أصرح. 51 من 48. طيب الواحد ما ممكن تمشي الواحد تمشي تدق الباب للخمسة. يا الخمسة قالوا دايرين مني اديني واحد لو سمحتي يا الخمسة، اديني واحد. الخمسة تقول لها حاضر اديني واحد، لكن الواحد ما تبلعيه، وديه جنبك وديه جنبك. تمام؟ طيب تقول لها خلاص حاضر. وانت بتبقي كم؟ تقول لها انا خلاص حبقى 4. ما انت شلتي مني واحد، انا حبقى 4. يبقى العدد كم؟ 11. 11 ناقص 8 بكام؟ طوال نقول 8 9 10 11. الناتج كام؟ 3. وهنا 5 ناقص 4 ولا 4 ناقص 4؟ 4 ناقص 4. ممتاز. ليه 4 ناقص 4؟ لأنها لأن الخمسة تعاونت مع الواحد. من ممتاز. بقى هنا 4 ناقص 4 صفر. 0. تمام؟ هل نحن كده انتهينا من القسمة؟ لا، لسه في باقي يا أستاذة. في 2 موجودة هنا. نعمل شنو الاثنين؟ الاثنين نقول لها مباشرة تكون عايز تنزل هنا، نقول لها هنا انزل جنب الباقي تحت. هنا جنب الباقي تحت الاثنين تقوم تنزل. العدد 32 على 8. 32 على 8 4. ممتاز. نشوف عدد قريب من شنو؟ 32 في جدول 8، أو نشوف 8 في كم ب 32 مباشرة.
اللي هي يساوي 8. 4 ممتاز، اللي هي 8. 4 32 مباشرة. على 8 مباشرة يساوي 4. 4 ضرب 8 ب 32. أوكي، نجي بعد كل خطوة نقول شنو؟ نطرح نطرح. 2 طرح 2 صفر 3 ناقص 3 صفر. 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 معناتها 512 على 8 بيساوي كام؟ 64. 64. هل يوجد باقي؟ لا لا لا. لا، والباقي أصفار. تمام؟ يلا يلا كفاية الحديثين المراجعة. نمشي الوحدة دي وحدة شنو؟ اسمها؟ العمليات عدد. ده كتاب ثالث ولا رابع؟ رابع. خلاص ده كده خلاص الدرس الأول في رابع. وده كمان برضو كتاب رابع يا ماريا، لكن دي مراجعة. ماشي في مراجعة تمرين مراجعة 1 وتمرين مراجعة 2. يلا هنا بعد ده حندخل في كتاب ثالث، كتاب رابع سوري. ضرب عدد مكون من 3 أرقام بعدد مكون من 3 أرقام. يعني دي لسه ما القسمة. ده ضرب على عدد مكون من 3 أرقام في عدد مكون من 3 أرقام. بعديها نمشي لقابلية القسمة. طيب لحظة. ضرب عدد مكون من 3 أرقام في عدد مكون من 3 أرقام. بنضرب كالآتي زي ما هسه عرفنا الضرب. أستاذة أيوة. سفيدة دخلت عندنا أصور لك التمرين. المسألة هسه قلت لكم حلوة. أيوة طيب طيب هنا قلت فيها الاثنين ب 12 ب 18 والباقي 4 ونزلت الخمسة. أوكي يا ماريا. بعد ده قولي 45 على 9 فيها الخمسة صحيح. تاني أرجع نعم. ب5 في 9 45. تاني أضع تحت 45 45. أوكي نعم. أضع 45 هنا تحت 45. يا أستاذة داير أحل من التمرين تاني واحدة. حاضر حبيبي بس لسه تاني خدي 45 يا ماريا وقولي وبعد قولي 45 ناقص 45 صفر صفر. تمام. قال لك ضرب عدد مكون من 3 أرقام في عدد مكون من 3 أرقام. كيف أنا بقدر أضرب عدد مكون من 3 أرقام في عدد مكون من 3 أرقام؟ طيب أضرب مثلا ادوني عدد العدد الدوري 431 ضرب 452. طيب نفس الخطوات اللي عملناها في عدد مكون من رقمين. ركزوا معي. أستاذة ممكن أحل عليكي؟ يا سلام عليك يا رمزي يا حلوة. يا أستاذة يا سلام عليك يا بس خلوني أنا أشرح لكم المسألة الأولى وأنتوا كلوا بعدين. طيب عشان حسنا. طيب يلا حبيبي. يلا شوفوا معي هنا طالما هم 3 أرقام نقول لهم نحن لازم نضع صفرين الخانة. يا أستاذ أنتوا كنتوا تقولوا صفر ليه بدوري قلت صفرين؟ حضع صفرين الخانة ليه أخ اللي هو يعني 3 أرقام. أيوة أنا عدد مكون من 3 أرقام معناته أنا الخانة بتاعت المئات أحفظ
احفظ الخانة بتاعتي يا أبنائي. طيب أجي حاضر. أنزل نفس الترتيب، أقول الأربعة ضرب الواحد والأربعة ضرب ثلاثة والأربعة ضرب أربعة. أربعة ضرب واحد أربعة، أربعة ضرب ثلاثة الأربع 3 مرات 12. 2. هل أضع ال 12 كلها؟ لا. لا، ليه ما حضع ال 12 كلها؟ لأنه لسه ما نفضل تاني في ضرب. أيوة لسه في باقي ضرب. أضع الاثنين وأطلع بالواحد الصحيح. 4 ضرب 4 بيساوي شنو؟ 16 4 ضرب 4 16. أضع زائد واحد تتذكر 17. الواحد الفوق. أيوة ممتاز، تتذكر الواحد الفوق. 4 ضرب 4 16 زائد 1 17. معناته هنا شنو؟ أضع ال 17. أوكي؟ طيب أمشي اللي بعده، العدد اللي بعده. العدد اللي بعده هو شنو؟ قبل ما أنا أشوف العدد اللي بعده هو كم وأمشي أضرب، أقول يا أخي دي كانت الخانة حفظت خانة المئات، معناته الخانة اللي بعدها خانة شنو اللي ححفظها؟ خانة أحفظها. العشرات. العشرات حضع عليها صفر. انتم ملاحظين انا وضحت هنا صفرين من عندي اللي هو خانة المئات، وتاني وضحت صفرين. تمام. طيب وبعديها امشي للعدد اللي بعده. العدد اللي بعده اللي هو كم؟ الخمسة ضرب ارجع نفس اللي عملته، الخمسة ضرب 1 والخمسة ضرب 3 والخمسة ضرب 4. اوكي. 5 ضرب 1 5 ضرب 1 يساوي 5. تقوم الخمسة على السيد خدت الخمسة هنا، هل تاخدها هنا؟ لا، لا. أصلاً الخمسة ما ضربت كان ثلاثة. خلاص الأربعة حجزته مع الصفرين الخانة، فنحن وضعنا صفر الخانة تحت. انت الخمسة امشي خدتي ناتج الضرب بتاعك في العدد كله تحت الأربعة. اوكي. 5 ضرب 1 5. أضع الخمسة، شوفوا قاعد أضع بالترتيب قصاد الأرقام. أضع الخمسة، المفروض كان يجيب لكم السكور الثاني. 5 ضرب 3 بكام؟ 15. هل أضع ال 15 كلها يا أبنائي؟ هل أضع ال 15 كلها؟ لا، لا لا. ما حضع ال 15. ليه؟ لأنه لسه في باقي ضرب في 4 تاني. أضع الخمسة وأطلع بالواحد الصحيح. 5 ضرب 4 بيساوي كام؟ 20. صحيح؟ الخمسة 4 مرات 20. 20 هل أضع ال20 ولا أتذكر أنا رفعت واحد هنا؟ 21. أخذت إذا الصفر رفعنا وأطلع واحد. بالواحد 20 زائد ونطلع 1. باثنين. لا خلاص انتهينا كده يا رغد. 20 زائد 1 اللي هو شنو؟ 21. أخذتها. 21. اوكي. كده نحن انتهينا من الخمسة وانتهينا من الأربعة. نمشي للاثنين. الاثنين طبعا ما في أي خانة، خلاص أنا هي خانة آحاد. الاثنين 2 ضرب 1 يساوي 2. هل أضع الاثنين هنا؟ لا، لا. أنزل ثاني في تحت سطر جديد أضع الاثنين. لا لا. 2 ضرب 3 6. 2 ضرب 3 6. 2 ضرب 4 8. 2 ضرب 4 8. 8. معناته نحن كده تحصلنا على 3 إجابات. جو من وين؟ الأربعة ضرب الأربعة ضرب العدد اللي هو 431، والخمسة ضرب العدد 431، والاثنين ضرب العدد 431. تمام؟ مع مراعاة أنه نحن لما جينا نضرب الأربعة وضعنا صفرين الخانة لخانة المئات، لما جينا نضرب الخمسة وضعنا صفر الخانة خانة العشرات، لما جينا نضرب الاثنين ما في حاصل. خلاص. أستاذة ما فهمت. طيب ممتاز، ما في. نجي بعديها الخطوة اللي بعديها شنو؟ نعمل شنو؟ نجمع. صحيح؟ نجمع الأعداد، ما حناخد الأعداد دي كلها، حنجمع. تمام؟ نجمع، نجي نقول صفر زائد 2 2. 2. صفر زائد اثنين. 5 زائد 6 11 معنا الواحد. 11. 11 واحد معنا. 1 ومعانا الواحد. نطلع بالواحد. زائد 4 5. 5 زائد 5 10. 10. 10 زائد 8 18. ممتاز 18. 8 ومعانا واحد. 1 زائد 2 1 زائد 2 3. 3 زائد 1 4. 4. نضع 4. 4. 7 زائد 2 7 زائد 2 9. 9. 9.
وبننزل الاثنين. والاثنين تحتها ما في شيء، معناته شنو؟ بننزلها. نزل. العدد بيه كام؟ العدد بيه كم؟ 294 294 812 ألفا. 812. طيب تاني أكرر الضرب عشان ماريا تفهم، لكن بعدد آخر. طيب اللي هي شنو؟ عندنا 347 ضرب 2 2 2 222. طيب أول خطوة أعملها يا ماريا، ركزي معاي، إذا وجدتي 3 أرقام 3 أرقام، أول خطوة الضرب ده مهم، تعال حكتر لكم منه. أول خطوة تعملوها تعملوا تضعوا صفرين الخانة. معايا أحمد؟ أيوة. أيوة معاك. أحمد معانا؟ ما له صوت. نضع صفرين أيوة. الخانة. تمام؟ نجي وضعنا صفرين الخانة. أوكي. نضرب الاثنين. نضعه في الأربعة في الثلاثة. أيوة. نبدأ بالاثنين. الاثنين نعمل بها شنو يا أستاذة؟ أول خطوة نعملها نضع العددين تحت بعض ونضع صفرين الخانة ونجي بعد نجي نبدأ نضرب شنو؟ 2 في 7 والاثنين في أيوة والاثنين في 3. طيب الاثنين ضرب 7 نحن بنبدأ بالمئات. 2 في 7 ب14. أكتب الأربعة. نكتب الأربعة ونطلع بالواحد. نكتب الأربعة 2 ونطلع بالواحد. 14. نكتب الأربعة ونطلع بالواحد. ليه نحن قاعد نعمل كده يا أستاذة؟ أنه نحن أنه في باقي، كل ما يكون في باقي ضرب ما بنضع العدد كله، بنطلع بالواحد العدد اللي باقي، نخد الآحاد ونطلع بالعشرات. طيب 2 ضرب 4 دي 2. 2 ضرب 4. 2 ضرب 4 بكام؟ ضرب 8. صحيح؟ نعم. 2 ضرب 4 8. وما ننسى أنه أصلا في واحد صحيح احنا طلعنا فيه فوق، معناه هذا زائد 1 9 زائد 1 9. 2 ضرب 3 6. كده نحن يا ماريا خلصنا من شنو؟ من 2 ضرب العدد اللي فوق. تمام؟ من المئات. أيوة. المئات ضرب العدد اللي فوق. بعد امشي للخانة اللي بعدها شنو؟ خانة العشرات اللي هو موجود. بخط صفر في الخانة. ايوه خانة العشرات انا بخط ثاني صفر خانة، اضع الصفر. طيب 2 ضرب 7 ب 14. 4 ومعانا الواحد. 4 ونطلع بالواحد الصحيح. 2 ضرب واثنين 4 زائد 1 9. 2 ضرب 3 6. ممتاز. احنا كده خلصنا من الاثنين. نمشي للخانة تحت الآحاد. خانة الآحاد الحمد لله ما عندها شنو؟ ما حنضع صفر. ما حنضع صفر في نفس الخانة لأنه هي أصلا خانة آحاد. طيب الصفر الاثنين. 2 ضرب 7 14. 4 ومعانا الواحد. 4 ونطلع بالواحد الصحيح. 2 ضرب 4 2 ضرب 4 8. زائد الواحد الصحيح 9. 2 ضرب 3 2 ضرب 3 2 ضرب 3 6. فرحنا كده تحصلنا على 3 إجابات. هل احنا عايزين 3 إجابات ولا شنو؟ ولا نقول أيوة نجمع. لاحظوا يا مريم في القسم نطرح، هنا بنقول نجمع. تمام؟ طيب نجمع. 0 زائد 0 زائد 4 4. 0 زائد 4 12. 2 ومعانا 1. 4 زائد 9 13. 4 زائد 9 13. ممتاز. اكتب الثلاثة وبحث للواحد. واطلع وأربعة بالواحد زائد صحيح على راس الأربعة. 5 4 زائد 9 1 زائد 4 5. 5 زائد 9 5 أزيدها 9 1 14. 14 ممتاز. 14 زائد 6 20. 0 ممتاز. 9 زائد 2 9 زائد 2
يساوي 11 ممتاز. 11 زائد 6 11 زائد 6 17. 17 شاطر. 7 نحسب ونطلع السبعة بالواحد من الصحيح. الواحد. واحد. 6 زائد 7. 7 ممتاز. معناته الناتج اللي جانا كام؟ 770,034. 777,430. 770,034. السلام عليكم أستاذ سراء. وعليكم السلام ورحمة الله. والله نحن ما عارفين الحصة دي.